السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طريقة الأخطبوط بول في كأس العالم 2010. حاسوب عملاق يتوقع الفائز بمونديال قطر. الأرجنتين والبرتغال في المباراة النهائية. ميسي في مواجهة ينتظرها الجميع أمام رونالدو، وسيفوز رفقاء البرغوث باللقب العالمي. هكذا كشف ذلك الحاسوب عن توقعاته. فما القصة؟ في مونديال 2010 رافق الصخب الإعلامي للبطولة وإثارة المباريات حكاية أخطبوط يدعى بول. اشتهر بتوقعاته الصحيحة للفائزين في معظم مباريات تلك النسخة، حيث كان حراسه يقومون بعرض صندوقين أمامه يحتويان على الطعام مع تزيينهما بأعلام المنتخبات المتنافسة في كل مباراة. وفي معظم المرات كان يتوجه بول نحو الصندوق الذي يحمل علم الدولة الفائزة بالمباراة. توقع بول فوز إسبانيا على هولندا في النهائي، وبشكل عام حقق رقما قياسيا في 12 توقعا صحيحا من أصل 14 بمعدل نجاح حوالي 86%. اليوم نشهد حالة مشابهة لكن بطريقة مختلفة. شركة بيسي الكندية للأبحاث والاستثمارات الاستراتيجية كشفت عن دراسة لحاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي تنبأ أن المباراة النهائية لمونديال قطر ستقام بين الأرجنتين والبرتغال، لتجمع اثنين من أفضل لاعبي الكرة في التاريخ، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ توقع الحاسوب تتويج ميسي ورفاقه باللقب بركلات الترجيح. واستند الحاسوب في توقعاته إلى إحصائيات اللاعبين في لعبة فيفا، إضافة لعينة من 192 مباراة في دور المجموعات و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب لعبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018. كما أشار الحاسوب أيضا إلى أن إنجلترا ستصل لنصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، حيث ستهزم السنغال في دور الثمن والمكسيك في ربع النهائي، لكن ستخسر أمام البرتغال بركلات الترجيح في نصف النهائي. فيما سيتمكن منتخب الأرجنتين من إقصاء حامل اللقب فرنسا من دور الثمن. ما كشف عنه حاسوب الشركة الكندية هو أمر معتاد ومتكرر باختلاف المعطيات عندما يحين موعد أي بطولة كبرى، لكن كذب المنجمون ولو صدقوا، وإن تحولت الصدفة لواقع فهي مجرد صدفة لا أكثر. الآن لنتناسى قليلا أمر الحاسوب. من منا لا يريد رؤية هذا المشهد؟ ميسي ورونالدو يجريان القرعة الخاصة بنهائي كأس العالم يوم 18 من ديسمبر على ملعب لوسيل بقطر، في حدث تاريخي بلا شك سيذهب الكثيرون لوصفه بنهائي القرن. الأمر وارد بالطبع. الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة السعودية، المكسيك وبولندا، والبرتغال في المجموعة الثامنة مع غانا، أوروغواي وكوريا الجنوبية. يحتاج المنتخبان فقط لتصدر مجموعتيهما من أجل تفادي الاصطدام بالأدوار الإقصائية حتى الوصول لنهائي البطولة التي من المرجح أن تكون الأخيرة لميسي ورونالدو. فالأول صرح بذلك علنا، والثاني سيصل لعامه 41 في المونديال القادم. رونالدو سبق وأن قاد البرتغال للفوز بيورو 2016، وميسي كسر العقدة وتوج بكوبا أمريكا مع التانغو العام الماضي، لكن لم يسبق لهما التتويج بكأس العالم، حيث اكتفى البرتغالي بالمركز الرابع في 2006 كأفضل إنجازاته. وتبخرت أحلام الأرجنتيني في نسخة 2014 بعدما حل وصيفا، وحال تواجدا وجها لوجه في نهائي مونديال قطر. سيسعى كل منهما لإثبات أفضليته على الآخر بأفضل طريقة ممكنة بعد سنوات طويلة تبادلا خلالها مقاليد الزعامة، ليكون خير نهاية لأعظم صراع عرفته ملاعب المستديرة على الإطلاق. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.